لو كنت عايزة تركبي حلق تاني في ودانك، او لو كنت اول مرة خالص هتركبي حلق او في انفك، هي نفس الطريقة اللي بيخرموا بيها الاذن. زي ما انت شايفة كده بيحطوا بنج على الاذن، المكان اللي هيخرموا فيه الحلق التاني. هي عاملة حلق اولاني، هتعمل خرمين تانيين. وبعد ما بيحطوا البنج، كريم البنج، هو ممكن يتحط رش وممكن يتحط كريم موضعي، فالاتنين بنج. بعد ما يدهنوا الكريم، بيعلموا بقى، بياخدوا علامة المكان اللي هيخرموا فيه الاخرام اللي بتاعت الحلقان. وبعد كده ده الجهاز اللي بيخرموا بيه، او المسدس، هو عامل زي المسدس بالظبط. بيحطوا فيه الحلق من ناحية ويدوسوا، الحلق بيروح داخل بسنه في الاذن ويروح خارمها، وخلاص كده بيكون الشبك الحلق في الاذن، وهو اللي خرم الاذن عن طريق المسدس ده. بس كده. طبعا ما بتكونيش حاسه في نفس الوقت بالوجع، علشان بيبقى في بنج متاخد، وهي لحظه شكه كده زي دبوس. بعد كده بقى بيبقى في الم بسيط، بيبقى لها بقى اي مسكن او مضاد حيوي، على حسب بقى ما هو هيقولك ايه اللي تاخديه بعد ما تخرمي الاذن. بس دي طريقه خرم الاذن اللي شفتها وصورتها وقلت اشاركها معاكم. ولو حد عايز يخرم الاذن بتاعته، او عايز يخرم من الانف بتاعته، او بيخرموا الشفايف بس بتبقى شكلها مش حلو، يعني دي الطريقه. فعلى اللي سمعته اللي هي مش مؤلمه، فلو هتجربي بقى جربي وقولي لي بقى انت هتعملي كده ولا مش هتعملي. هتخوضي التجربه ولا انت اصلا عملتي كده وكان فعلا مؤلمه ولا ما كانتش مؤلمه. وفعلا الوجع بيبقى بعد كده، كلهم قالوا الوجع بيبقى بعد الخرم الأذن بعدها بكام ساعة بيتم بقى، بتحس بقى بالوجع والآلام بتاعته، وبتقعد تتراوح من أسبوع ل10 أيام، أو في ناس بتقعد معاهم شهر، وفي ناس ما بتحس، يعني بتقعدش معاهم الا الاسبوع وخلاص كده، وبيكون الوجع راح. فمعرفش، هذا اللي سمعته، انا وريتكم الطريقه وازاي بتتخرم الاذن وبس كده. وقلت اشارك معاكم الفيديو دوت، واشوفكم فيديو جديد، وسلام.